واتبدلت لحوار وركبت اول موجة في سكة الاموال. ايوه لما الزهر يلعب. واتبدلت لحوار وركبت اول موجة في سكة الاموال. اروح لاول واحد احتجت له في سؤال. مستنيه حد ولا ايه؟ خالص وربنا ينور العين. طب لم الليله دي على بال ما اشوف مين هادم الا الزاد ده. ايوه خلي كل حاجه زي ما هي دوام. طب روح بسرعه يا سبع، افتح له قبل ما يغير رايه ويطير. يطير؟ قال يطير ايه؟ اهلا يا باشمهندس، اتفضل. الفلوس ما بتعملش رجال والحوجة مر. اهلا اتفضل اتفضل اتفضل. اهلا بالغالي ابن الغالي، الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه. اتفضل اتفضل اتفضل. دماغك ايه يا باشمهندس؟ روج ولا بيره ولا الف لك سيجارتين حشيش؟ خلينا في الأهم. أنا جيت زي ما أنتوا عايزين. إيه طلباتكم؟ عايزين نقفل الموال ده؟ خير ان شاء الله. اتفضل استريح. بس قبل ما اقول لك طلباتنا ايه، بص على بقيه الفيديو ده. شوف بس الفيديو اللي بعته لك امبارح كان يا دوبك حته صغنونه كده. بص شوف الوالد الله يرحمه كان بطل اكشن، لا وايه صف اول وحياته، كان حته دماغ الله يرحمه، وساب وراه تاريخ كبير الله يرحمه. التاريخ ده لينا كلنا. بس لازم نتفكر سوا وندعي له. قولوا امين. ازاي تتخلي عن القضيه بعد كل اللي وصلتي له؟ الكتابة هو يا أستاذ. حضرتك تأمرني بأي حاجة تانية؟ لا متشكر، اتفضل. هو في ايه بالظبط؟ ممكن تبقي صريحه معايا يا سالي؟ في حد ضايقك بسبب القضيه دي؟ في حد او جهه بتضغط عليكي، عايزه تبعدك، عايزه تسكتك؟ لو هو ده السبب اللي مخليكي عايزه تبعدي عن القضيه تبقي غلطانه. عارفه ليه؟ لان في الحاله دي هتبقى كل شكوكك صح، وان موت ياسين رفعت اكبر من انه يكون حاله انتحار. أستاذ صادق، أنا فعلا محتاجة إجازة. انت في اجازه من دلوقتي، بس خليكي عارفه ان اكبر عائق للنجاح هو الخوف. انت عمرك ما خفت من حاجه، عشان كده انت سالي النجاح. أشكرك يا فندم. عن إذن حضرتك. اتفضل. هو انت في مشاكل ما بينك وما بين حرمك المصون؟ فيها معي. لما تتكلم عن مراتك تتكلمي باحترام او تقفلي بوك خالص. ايه ده؟ جديد الاسلوب ده. دلوقتي بقيت شايفها مراتك وفارقه معاك قوي؟ انجزي ورايا شغل مش فاضيلك، عايزه ايه؟ هو انت مش ناوي تاخد اجازه برضو؟ باخد اجازه ليه؟ يعني شايفاك ابتديت تجدد الحب الماضي والود رجع ما بينك وما بين البرنسيسه، ليه ما تاخدوش شهر عسل جديد؟ انت مالك النهارده في ايه؟ عماله تخرفي كده ليه من الصبح؟ بشوفك هتاخد اجازه زيك زي مراتك ولا لا؟ ويا اخدت اجازه؟ يعني انت مش عارف؟ انا لو عارف كنت هسالك. اكيد يعني عايزه تعملي لي مفاجاه ولا حاجه. ما افتكرش. طالما انتوا مش متفقين يبقى الموضوع ليه علاقه بقضيه ياسين رفعت، زي ما فهمت من كلامها مع الاستاذ. ازاي؟ وايه اللي ضربنا؟ لا، ده احنا نقعد ونحكي ونتصدم بقى. انت في عهد خدته على نفسك وعهدت بيه صاحبك الله يرحمه انك هتجيب حقه اللي هو في الاساس حقنا كلنا. وحضرتك بقى شايفه انه بقلم حضرتك هنرجع حقه. ياما اقلام جابت حق اوطان، مش بس حق واحد اتظلم. الحق اللي يتاخد بالقوه ما يرجعش الا بالقوه، وده اللي عمله ياسين. ازاي بقى؟ وحق ايه اللي اتاخد منه؟ صديق عمره اللي انقذه من الانتحار لما ضاقت بيه الدنيا من امه وابوه، واللي كانوا بيصفوا مع بعض في اجازه الدراسه. لما صاحبه قرر ينزل الشارع ويقول لا،
كل اللي عمله إنه حرق بوكس شرطة فاتقبض عليه، ولما حاول يهرب مع اللي هربوا قتلوه. شوفوا مين اللي قتله. بس أنا والله العظيم قلت له خد حقك بالقانون. ضحك وقال لي عمرك سمعت عن حد بياخد حقه بالقانون من القانون نفسه؟ خفت لحزنه وحسرته على صاحبه وتخليه يقتل وينتقم زي ما كان بيقول. لكن لما سافر آخر مرة ورجع اتغير وشال فكرة الانتقام دي من جواه، وأنا فرحت. عارفة ليه؟ عشان كنت خايف عليه أخسره هو كمان. حسيت إن النار اللي جواه اتطفت. طب وانت شايف ان اللي عمله ياسين رفعت ده كان صح؟ للأسف لأ. عارفة ليه؟ لأن بكرة الظابط هيخرج منها زي الشعرة من العجين، وساعتها هيقول المجنون منتحر. ايوه بس انت لسه قايل لي دلوقتي ان ياسين رفعت فكر فعلا في الانتحار قبل كده. ياسين جاب حق صاحبه بحاجة شاف إنها أقوى من القتل والقانون. يمكن حالة ياسين نقطة في بحر، لو النقطة دي زادت البحر يصور، وبكده بقى يرجع حق ياسين وصاحب ياسين وناس زيهم كتير، مش بالقلم بتاع حضرتك زي ما بتقولي. هو انا ممكن اسالك سؤال قبل ما تمشي؟ اتفضلي. ياسين رفعت الله يرحمه سافر فين؟ يا ريت تدوري على باسبوره وحضرتك هتعرفي، ولما تعرفي يا ريت تقولي لي، لان فعلا ده هيفرق معايا قوي وهتبقى خدمه قصاد اللي قلته لك. خير يا طارق، ايه اللي مصحيك؟ المفروض انا اللي اسالك ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ مش المفروض انت اجازه؟ بس انا ما جاليش نوم فقلت اشوف اي حاجه يعني اعملها لحد ما يجيلي نوم. ومش جالك نوم ليه؟ لا خلاص ما انا نعست. يلا ننام. تصبح على خير. حضرتك بقى شايفه انه بقلم حضرتك هنرجع حقه. ياما اقلام جابت حق ابطال، مش بس حق واحد اتظلم. الحق اللي يتاخد بالقوه ما يرجعش الا بالقوه، وده اللي عمله ياسين. لما صاحبه قرر ينزل الشارع ويقول لا، كل اللي عمله انه حرق بوكس شرطه فاتقبض عليه، ولما حاول